حاجة غنبدا بالروز. هنا عندي 9 ديسيلتر د الماء. المهم خاصو حتى يغلي مزيان. عاد خاصكم ديروا ملحه على حسب شحال بغيتو. انا غندير 2 معالق د الملحه و نحركو شويه. عاد نحط الروز. غندير 3 ديسيلتر ديال الروز مع 9 ديسيلتر د الماء. اول حاجه نزيد شويه في الحراره. خاصو يكون الماء كيغلي. نحاول نوريكم باش تشوفوا. خاصو يكون كيغلي. دونك نتسناو شويه يبدا يغلي ونحط الروز. دونك هنا الماء بدا يغلي. غنحط نوريكم. عاد غندير الروز. قال خاصك تحركو شويه ونخليوه حوالي ربع ساعه وغادي غيوجد. تما غنوريكم كيفاش هنا في نفس الوقت من كيكون الروز كيطيب غتشدو 2 بصلات كبار غتقطعوهم بحال هكا و غتاخدو 6 ديال الدروس صغار ديال الثومه ولا 3 كبار حتى هما غتحكوهم مزيان. و من بعد عاد اول حاجه غنشدو هاد البصله وغنشحروها مع الثومه. في ممكن الزبده احسن، شحروها في الزبده ولا عندكم الزيت ممكن تخدموه حتى هو. دونك هنا كما كتشوفوا البنات ها هو الروز طاب. دابا خاصني غناخدو ونصفيه باش لقى فيه شي ماء وغنوريكم. هنا غتاخدو صفاي كبير وغتحاولوا تحطوا داك الروز كامل. مكيبقاش فيه بزاف الماء، المهم غير شويه و تخليه بحال هكا كيهبط. تشوفوها وكتخليوه. كديروا 2 معالق ديال الزبده هما اللي غديروا فيهم، هما اللي غتشحروا فيهم البصله. دونك غنحط 2 معالق ديال الزبده هادي باقا سخونه مزيان تساعدنا انه دغيا هادشي يذوب. ودابا غنحطو البصله والثومه نحطوهم بجوج والثومه تا هي. غنحاولوا نشحروا فيهم. من بعد ما كتشحروا هذيك البصله والثومه من بعد كتزيدوا 700 غرام ديال الدجاج، صداع ديال الدجاج ولكن بلا ما يكون معطر، يعني غير الملحه كافيه. هنا عندي 350 غرام وعاد غنزيد 350 غرام ملحه وكتخليه يتخلى في الماء. البصله والثومه كما كتشوفوا معايا الدجاج من كيولي بحال هكا ما كيدخلوا شويه طياب. دابا غتزيدوا 3 يطرو ديال الماء. هنا حطيت 3 يطرو ديال الماء وغتزيدوا 6 ديال الكنوره ديال الدجاج وغتخليوه حتى يبدا يغلي. دونك غنتسناوه يبدا يغلي شويه. هاد الكنوره حتى هو يذوبوا تما.
من بعد البنات كتشدو نص كيلو ديال خيزو مع نص كيلو ديال البطاطا و كتقشروهم ومن بعد كتقطعوهم طريفات صغار، ماشي صغار بزاف وماشي غلاط بزاف، المهم موين. انا غنقطعهم وغنوريكم. المهم غناخد بطاطا، كان عندي بطاطا صغيره و كنظن انا قطعتوها على 4 مزيان بحال هكا ولا على جوج، والله ما عرفت هكا ولا هكا. مهم كنظن على جوج، الا كانت بطاطا صغيره بزاف قطعوها على 4 بحال هكا. صافي مزيان. هنا يمكن جات صغيره بزاف و نفس الشيء بالنسبه للخيز هكا 4. البطاطا ها هي واجده. دابا خيزو دائما كنلقى الصعوبه فيه حيت شويه قاصح، ولكن المهم بحال هكا مزيان وتقطعوه بحال هكا بهاد العبار مزيان وكتقطعوه داكشي كامل عندكم نص كيلو. دونك ها هي بطاطا والخيزو ديالنا ها هو واجد. دونك كيجي بحال هكا ماشي غليظ بزاف وماشي رقيق بزاف البطاطا. دابا كنجيو للدجاج اللي باقي كيغلي، نوريكم. المهم بحال هكا ودابا غنزيدو بطاطا وخيزو، غنزيدو نحطوهم هنا وغنخليوهم حوالي ربع ساعه بحال هكاك. دابا دائما كنخدم هذه باش داكشي ما يطرش. هكا وصافي ربع ساعه غنخليهم باش يطيبوا. دابا من بعد ما البطاطا وخيزو طابوا غنزيدو معلقه ديال الزعتر، من بعد غنزيدو شويه ديال البزار على حسب شحال بغيتو، المهم ماشي بزاف ولكن المهم. و غنزيدو الروز كامل اللي كنا طيبنا في البدايه، غنحركو وغنزيدو عندي هنا الذره تقريبا نص كيلو ولا 400 غرام، هي غنزيدوها مع الماكله ديالنا وغنخلطو مزيان. من بعد غنديرو صوص حاره ولكن تكون حلوه، غنديرو 4 المعالق سويت صوص 3 و 4 ريال. غنزيدو 4 ديسيلتر ديال الكريمه د الماكله و واحد اخر هنا، ومن بعد كتخليوها تبقى تغلي شويه الوقت تبدا تغلي و عاد غنزيدو 3 المعالق كبار ديال المايزينا. دونك من كتبدا تغلي بحال هكا. دابا غنزيد مايزينا 3 المعالق كبار و خاص في الوقت اللي تكون تحطوها تبقاو تحركوا دقيقه د الوقت نتوما كتحركوا. دونك دابا غنبدا نحرك لمده دقيقه. ها هي تقريبا واجده. صافي الشوربه وجدات. فكره اخرى انكم كتسناو بعدا من صافي من كتطفيو البوطه وكتحطوها انها صافي وجدات كتخليوها شويه تبرد حيت راه طايبه بزاف، مهم يعني سخونه. ومن كتقدموها بحال هكا عاد كتضيفوا من الفوق قزبر يكون مقطع محكوك وكتحطوه كترشوه من الفوق. غنوريكم كيفاش.
عندي نقص برواز و يكون طري بحال هكا وكدردروه شويه من الفوق. ودابا ممكن تاكلو تجي بحال هكذا.